المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. الاحتفال بالأول من مايو يوم العمال العالمي. دعوة لمنح توسيع الخدمات الصحية الأولوية في سلعة. انتخابات لقضاة المحاكم الأهلية ولجان الصلح في قلعله. مادورو يعلن إفشال المحاولة الانقلابية ضد نظامه. بدأ أحدث جولة من المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا. وعملية متعددة الجنسيات في كولومبيا تصادر شحنة كبيرة من الكوكايين. السلام عليكم ورحمة الله. احتفلت البلاد اليوم الأول من مايو باليوم العالمي للعمال تحت شعار الكفاءة المهنية في المرحلة الجديدة. وفي الحفل الرسمي الذي جرى في مركز عروبة الترفيهي، أشار رئيس المفوضية الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا السيد تخس بايرة في الكلمة التي ألقاها إلى استثنائية الوقت الذي يحتفى به بهذا اليوم، وقال إن الكونفدرالية الوطنية للعمال وضعت الكثير من البرامج التي شرعت بتنفيذها وضعا في الاعتبار للمرحلة الجديدة وتماشيا مع برامج الإعمار الوطني. وأوضح أنه لا يمكن التقدم في الخطى دون التنظيم القوي، مؤكدا العمل بقوة لتنظيم العمال وخاصة العمال الشباب إلى جانب البرامج الأساسية لتقوية المؤسسات الاقتصادية وتعزيز إنتاجيتها. وأشاد المدير العام لقسم العمل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي السيد ولديسوس إليسا في الكلمة التي ألقاها ممثلا للوزارة بدور وتفاني العمال في مرحلة التصدي والتنمية السابقة، معربا عن ثقته في مضاعفة العمال للعمل في العهد الجديد باعتباره الطريق الأوحد لمستقبل مشرق. في غضون ذلك أعلنت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في بيان أصدرته إن هذا اليوم هو يوم الذكرى والعهد، وتحمل المسؤولية لتجديد العهد والاعتماد على تاريخهم المجيد للقيام بالعمل المتفاني لتحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار البيان إلى أن اكتساب القدرات المهنية النوعية المضاهية للمرحلة الجديدة تعتبر من المهام الآنية، ذلك إن المنافسة القوية والإنتاجية النوعية تعمل لمحو التخلف والفقر. وقد قام أكثر من 1000 عامل صباح اليوم بأعمال المدرجات والتشجير من ميحوصة وحتى طريق بلزة بهذه المناسبة. هذا هو يحتفى باليوم العالمي للعمال للمرة 29 بعد 100 على المستوى العالمي. دعا مسؤول الخدمات الصحية في مديرية سلعة الممرض زمنفس قبرالول لمنح الأولوية لتوسيع انتشار المؤسسات الصحية في المديرية تماشيا مع تعداد السكان وانتشار القرى، وأشار إلى وجود 3 مؤسسات صحية في المديرية وتعتبر غير كافية مع سعة المديرية وعدم تجميع القرى. وقال إن مؤسسة ركب الصحية التي ارتقت قبل عامين لمركز صحي لم ينفذ برنامج تشييد مبناها وتعاني من ضيق الغرف، وحث للاهتمام بمشكلة سيارة الإسعاف، مناشدا السكان لاتخاذ المبادرات لزيادة المساهمة للتخفيف من مصاعبهم. وقد اتخذت مبادرة بناء عيادتين إضافيتين في الضواحي النائية للمديرية بالتفاهم بين المجتمع والإدارة حتى إيجاد الحل الأساسي. ويوفر المركز الصحي في ركبة خدمات التحاليل ورعاية الأموم والطفولة والتطعيم وتطبيب الأمراض وخدمات أساسية أخرى. وتوجد عيادتين في ضاحيتي حروم وطهرة ومركز صحي في ركب بمديرية سلعة. جرت في 12 ضاحية في مديرية قلعة انتخابات قضاة المحاكم الأهلية ولجان الصلح في الفترة من 16 وحتى 28 من إبريل المنصرم، حيث تم انتخاب 30 قاضيا ولجان صلح بينهم 24 امرأة. وأوصى مدير مديرية قلعة السيد محمود إبراهيم قضاة المحاكم الأهلية وأعضاء لجان الصلح المنتخبون للعمل المتفاني لحصول المواطنين على الخدمات العدلية المرتكزة على الصلح، مؤكدا على تعاون الإدارة معهم. وتعهد القضاة المنتخبون للتفاني في العمل تنفيذا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم. ارتقت مدرسة فقيه أغمطه الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة في العام الدراسي 2017-2018 لتخفيف مصاعب الطلاب. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عند عقبة أن المدرسة تقدم الخدمات التعليمية لطلاب عد مخدة وماينهوغ وعد نالة
ومكن ارتقاءها الطلاب الذين كانوا يذهبون بعيدا لتلقي التعليم المتوسط الحصول عليه عن قرب، وأشاد بمبادرة السكان لبناء سور للمدرسة. وتوفر مدرسة فقيه جغمت تعليم ل 877 طالبا هذا العام. تقوم مدرسة عدروس الابتدائية بمديرية جندع بجهود لرفع المشاركة في التعليم. وقال مدير المدرسة الأستاذ عبد الرحمن عبد الله إن المدرسة بدأت الخدمات بأعداد قليلة عام 2011 في فصول مبنية من القش، وبلغ عدد طلابها حاليا 90 طالبا. وأشار إلى أن الطلاب الذين يكملون المرحلة الابتدائية يذهبون لمدرسة دقمحر الداخلية، ومن لهم أقارب إلى جندع ومصوح. وأوضح بأن السكان على استعداد للمساهمة والمشاركة في البرنامج الموضوع لبناء حديث للمدرسة. ويقطن قرية عدروس التي تجمعت فيها 4 قرى 110 أسر تزاول الزراعة والرعي. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إفشال انتفاضة عسكرية نفذتها ضد حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو، متوعدا المتورطين في هذه المحاولة الانقلابية بملاحقات جزائية. وفي خطاب بث عبر التلفزيون والإذاعة هنأ مادورو القوات المسلحة على إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية على حد تعبيره. وأضاف في الخطاب الذي ألقاه من القصر الرئاسي في كاراكاس وقد أحاط به وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وعدد من القادة العسكريين أن ما جرى لن يظل من دون عقاب. وبحسب مادورو فإن 5 جنود و3 شرطيين أصيبوا بالرصاص في اشتباكات دارت بينهم وبين متظاهرين مؤيدين لغوايدو. وفي خطابه نفى مادورو من جهة ثانية ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن الزعيم الاشتراكي كان على وشك الفرار من بلاده للعيش منفيا في كوبا لو لم تثنه روسيا عن ذلك. بدأت في بكين أحدث جولة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما. واستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر لدى وصولهما إلى قصر الضيافة في بكين. ووصل الوفد الأمريكي إلى بكين لعقد اجتماعات مباشرة بين الجانبين بعدما أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة في الرسوم كان من المقرر تطبيقها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، عازيا ذلك إلى إحراز تقدم في مفاوضات. وفرض ترامب رسوما على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار العام الماضي في تحرك لإجبار بكين على تغيير الطريقة التي تمارس بها الأعمال مع بقية العالم وكي تفتح اقتصادها أكثر أمام الشركات الأمريكية. قال رئيس كولومبيا إيفان دوكي إن عملية متعددة الجنسيات لمكافحة المخدرات بقيادة كولومبيا صادرت على مدى 105 أيام الماضية ما يصل إلى 94.20 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار دولار. وأضاف دوكي أن عمليات مشتركة تضم 18 دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا ساهمت في مصادرة الكوكايين، وكذلك 26.17 طن من الماريوانا تقدر قيمتها بمبلغ 133.7 مليون دولار. وقال دوكي في بيان إن الحرب المستمرة على تهريب المخدرات متعددة الجنسيات وهي مسؤولية منسقة ومشتركة بين الدول، ولم يقدم تفاصيل عن الأماكن التي صودرت منها المخدرات، لكن مصدرا في البحرية قال إن معظم عمليات المصادرة حدثت في المياه الدولية في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.